أول رحلة طيران تجارية في العالم كله بدأت سنة 1910. تخيلوا إحساس الناس لما شافوا الطيارات لأول مرة. توماس إديسون طور أول فيلم ناطق، وده كان بداية السينما الحديثة اللي بنحبها كلنا. الراديو بدأ ينتشر في البيوت، وكان الناس بيسمعوا الأخبار والموسيقى لأول مرة بدون ما يسيبوا بيتهم. حتى في الموضة الناس بدأت تلبس أسهل وأريح عشان الحياة تكون أسرع. يلا بينا. Stop. ازيك يا جميلة؟ أهلا بيكي في برنامجنا شنطة فاشن رودانيا ستايل مع نهال رشاد. سنة 1910 مش بس جيبات ضيقة وكرسيهات، السنة دي كانت بداية حاجات كتيرة جدا حلوة في العالم. فخلونا نركز النهاردة على الجزء المشرق في الفاشن من سنة 1910، وازاي كانت سنة إبداع وتغيير للأفضل. كوكو شانيل اللي فتحت أول محل ليها سنة 1910، فدي كانت الثورة الحقيقية في عالم الموضة. تخيلوا إنها كانت أول مصممة تخلي الستات تلبس لبس مريح بعد قرون من الكرسيهات الضيقة. بدل ما الستات تفضل مقيدة زي العرايس كده، جابت لهم البلوزات الفضفاضة، البنطلونات اللي كانت صدمة للمجتمع ساعتها، والشورتات لأول مرة في العالم. وكل ده عشان كانت مؤمنة إن الست مش محتاجة تتعذب عشان تبان جميلة. حتى البرفيوم بتاعها المشهور شانيل نمبر 5 اللي غير عالم العطور نزل سنة 1920، لكن الفكرة بدأت في العشرينات. يعني لو شفتي النهاردة أي ست لابسة بدلة صوفية بسيطة أو ليتل بلاك دريس، كل الفضل هيرجع لكوكو شانيل المتمردة اللي قلنا عليها. يعني 1910 مش بس حرب وكرسيهات ضيقة، السنة دي كانت بداية جديدة في عالم العلوم والفنون والحقوق الإنسان. لو في حاجة نتعلمها من سنة 1910 يبقى هنتعلم إن كل وقت فيه سلبي وإيجابي، لكن دايما فيه أمل وتقدم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشاركوا، واكتبوا في الكومنتات أحلى حاجة في سنة 2025 عندكم كانت إيه. وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا عن الأزياء وتاريخها المثير. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بمعلومات جديدة عن سنة 1910 وإنجازاتها الجميلة. الأزياء مش بس ملابس، دي جزء من هويتنا وثقافتنا. وبجد مستنية رأيكم في الستايل بتاعي، وهل المعلومة كانت مفيدة ليكم ولا لأ. وما تنسوش تتابعوا رودانيا ستايل على الفيسبوك والإنستجرام @rodaniastyle، وزوروا موقعنا www.rodaniastyle.com. وافتكروا دايما life is a party dress like it. Bye. Stop.